السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا قلب أخوك في منتصف القرن الثامن، حيث بداية العصر الذهبي للدولة الإسلامية، العصر اللي امتد لمدة 6 قرون، كمل يعني اكتشافات واختراعات وعلماء بقى إيه ما تعدش، حسن بن الهيثم وابن سينا وجابر بن حيان، واللي هم تقريبا يمثلوا 70 ل 80% من أهم الاكتشافات والاختراعات العلمية والطبية اللي موجودة في عصرنا الحالي، اللي هم بالصلاة على النبي كده كانوا يعتبروا جوجل العصر ده من الزمن. وعلى الجانب الثاني من العالم هتلاقي الدول الغربية اللي كانوا بيعيشوا في عصر من العصور الوسطى او العصور المظلمه. هنا الدول الغربيه بقى لا تقدم ولا حضاره ولا نيله، فتره كان منتشر فيها الفقر والجهل والمرض في اوروبا. فلما نيجي احنا بقى نبدا نبص على العصر الحالي بتاعنا دلوقتي والتحول الكبير اللي حصل من الفتره اللي انا بحكي لك عنها دي للفتره اللي احنا فيها، اللي فيها الغرب متقدمين ومتطورين وكل الكلام ده، نسال هنا سؤال مهم جدا: ايه المواطن الغربي يعني شرخ كده لقدام واحنا وقفنا زي ما احنا؟ الموضوع كله بيتمحور في سبب واحد، وعشان اكون ادق في اختراع واحد، كان سبب في قلب الموازين والكفه في صالح الغرب. عشان تبدأ قصتنا في منتصف القرن ال15 في مدينة ماينز بألمانيا، عن شاب اسمه يوحنا جوتنبرج، شاب اللي كان بيعمل في الفترة دي في صياغة الذهب. في الفترة دي في أوروبا كان منتشر ما بين الطبقة الراقية وعلية القوم حب ارتداء الخواتم اللي محفور عليها أساميهم. هما كانوا طبعا بيحبوا التزين بالذهب والحاجات دي كلها، ولكن موضوع الخواتم ده يعني ايه كان بيفضلوه قوي، وده يعني عشان يختموا على الرسائل وعلى الخطابات وغيرها، برضه بشكلها حلو كده، الملك مكتوب على اسمه على الخاتم، فيعني شكلها جميل. يوحنا كان جامد جدا في الحوار ده، بس ساعتها جات له فكرة صايعة شوية. قال لك يا معلم، طب بدل ما انا عمال احفر اسماء الملوك على الخواتم، طب ما ايه رايك ما ننحت صوره من صور الكتاب المقدس على لوح خشب، ننسخ منه نسخ كتير، ناخدها ونبيعها ونكسب فلوس كتير. وبالفعل يوحنا عمل كده، وعمل من الصوره اللي نحتها نسخ كتير، وقام بيعهم لواحد من رجال الدين، اللي الراجل انبسط بالموضوع قوي، اشترى منه كل الكميه، قال يعني عشان يشجعه كده. يوحنا بقى من الناحيه الثانيه قال لك بس يا معلم، انا طاقه القدر انفتحت لي، بس الفكره دي لحد هنا مش هينفع كده لوحدها، هي سبوبه حلوه بس احنا يعني عايزين نطورها شويه. ايه رايك بقى يا معلم، بدل ما احنا ننحت صوره واحده من صور الكتاب المقدس، احنا ننحت الكتاب المقدس كله نبيعه لرجال الدين، وطبعا هيجيب يعني، طبعا ده يرجع لان عدد الكتب المقدسه اللي موجوده يعني قليله، وعمليه اعاده كتابتها تاني ان هم يعني يعملوا كتاب مقدس تاني ويكتبوه كده عمليه مرهقه جدا، فالراجل هيبقى بيبيع لهم خدمه كده يعني مش موجوده. طبعا يعني مش محتاج اقول ان الفكره دي فشلت، الراجل ما عرفش يكملها بسبب المجهود الكبير اللي بيبذلوا فيها. وده بقى انت مش هتعمل نسخه واحده، انت هتعمل اكتر من نسخ عشان نكسب بقى، زي حوار الصور كنا عاملين اكتر من نسخه فبعناها كسبنا، فانت مش هتعمل كتاب واحد بقى، نعمل اكتر من كتاب. بس يوحنا ما استسلمش برضه، وقام جاي بفكره تانيه. شوف سبحان الله، الراجل يعني عمال يجيله افكار كل شويه بحاجه جديده. انا واسلام والله عشان نعمل يعني نجيب فكره فيديو ان احنا نعمله في السلسله بتاعتنا، بس نتفق على شخصيه وهنكتبها وبتاع، بناخد حوار اسبوعين مثلا، اسلام اسبوع بيكتب وانا اسبوع ما منتج يا حوار. الفكره ببساطه كانت انه بدل ما هينحت الصوره كامله، قال لك انا هنحت الكلمات هتكون على شكل حروف، الحروف دي لما بتتجمع بعضها بتكون الكلمات، والكلمات بتكون جمل، وبالتالي يقدر ينسخ النصوص اللي هو عايزها براحته. بالفعل بدا فيها وعمل آلة كامله تساعده في الموضوع ده، واستبدل الخشب اللي كان بيتكسر معاه بالمعدن، وعمل اول صوره من صور اختراع زي اختراع الطبعه. ايه ثانيه، ايه اختراع ايه الطبعه؟ معلش ثانيه واحده، هو ده الاختراع يا يوسف اللي انت قلت لي عليه في اول الفيديو اللي ادى لتقدم الغرب وتاخر العرب والنوش اللي حصل ده كله؟ بص يعني احب ابشرك كده واقول لك ان اختراع الطبعه كان ليه الجزء الاكبر في التغير اللي حصل ده. طب يا عم ماشي انا هقتنع ان الطبعه هي اللي عملت كل ده، انا عايز اعرف بقى يعني ليه العرب بقى ما جابوش الطبعه دي؟ يعني ليه ما شافوش مثلا تتعمل ازاي وراحوا جايبينها وشافوها بتتركب ازاي وراحوا عاملينها؟ احنا طبعا يعني العرب اكيد عندنا علماء يعني يعرفوا يعملوا حاجه زي دي، ما استوردوهاش مثلا من اوروبا، كان في مشكله في الجمارك ولا حاجه؟ عندي الافيه ده انا اللي قايله عندنا، خلاص مفيش مشكله يعني، عديه. احب اشارك يا قلب اخوك زي ما لسه مبشرك من شويه ان المشكله ما كانتش في اختراع الطبعه، المشكله كانت في العرب نفسهم. في الوقت ده اختراع الطبعه اول ما ظهر انتشر في اوروبا زي النار في الهشيم. اختراع زي ده كان كفيل يخلي عدد الكتب الوقت ده يوصل من 35 الف كتاب، بما فيهم بقى الكتب المقدسه والكتب الاصليه والمكرره بتاعتها، الى كام بقى يا معلم؟ سمعني كام كده؟ 20 مليون كتاب في ظرف 50 سنه بس. على الجانب الثاني بقى نلاقي ان العرب في سنه 1485 بيؤمر السلطان بايزيد الثاني بمنع انشاء المطابع في الدوله الاسلاميه، وده بناء على فتوى كانت بتحرم انشاء المطابع. الفتوى دي كانت لسببين: اول حاجه منع تحريف الكتب الدينيه، ثاني حاجه حمايه لوظيفه النساخين. دي وظيفه كانت مشهوره جدا في الدوله الاسلاميه وقتها، طبعا دي كانت وجهه نظر وقتها، معلش يعني لو عدم انشاء المطابع هيأخر لي الدوله، فتحريف الكتب الدينيه هيحرف لي اجيال كتير جايه. لا ده معلش اخر لي الدوله وما تحرفليش اجيال. لا يا يوسف، طب ما
الدول العربيه اتاخرت والدول التانيه تقدمت لسنين بقى، واحنا عايشين في الموال ده، الدول الراسماليه بتحكم الدول اللي اصغر منها ومش عارف ايه وحوارات. ما انا عايزك تصبر عليا انت، انا هديك الحل في اخر، هفصل لك الدنيا دي في اخر الفيديو. اصبر عليا، انت مستعجل والله، انا عارف انا بعمل ايه، سيبني اشوف شغلي. لكن بعد فتره في الدوله الاسلاميه بدا الموضوع يتسهل شويه بشويه، بدايه من انهم سمحوا لغير المسلمين ان هم ينشئوا المطابع من اليهود والمسيحيين. واخيرا في سنه 1727 ميلاديا، بعد اكتر من 250 سنه على اختراع الطبعه، تم انشاء اول مطبعه باللغه العربيه، طباعه كتب الادب والعلوم. طبعا انشاء زي ده امتد قرنين من الزمن على اختراع الطباعه اول مره. طبعا يا قلب اخوك، اختراع الطبعه لوحده ما كانش السبب في تقدم الغرب، واكيد قرار العرب في انهم يمنعوا انشاء المطابع كان فيه خطا كبير. لكن الحلول اللي كانت تقدر تعملها ببساطه هو ان انت يا معلم تقنن للموضوع ده. معلش يعني مش اي حد في الدوله كده يروح يعمل مطبعه، لازم اماكن رسميه هي اللي تعمل الموضوع ده. كم مطبعه في الدوله بس هي المسؤوله عن موضوع الطباعه، وخاصه طباعه الكتب الدينيه. ثانيا لازم يكون في ناس مشرفين متخصصين على الموضوع ده عشان يمنعوا اي تحريف بيحصل في الكتب الدينيه. لازم حد يشرف لي، حد يراجع لي على الموضوع، لان بقول لك موضوع التحريف للكتب الدينيه ده خطر كبير، يحرف لك اجيال حرفيا. انا ببشرك كده بحاجه صغيره، ان حتى لو العرب كانوا عملوا الطباعه دي من اول ما ظهرت هيحصل فيه محاولات للتحريف، ومحاولات تحريف الكتاب الديني دي من قبل الطباعه ما تظهر. وحتى لو العرب بداوا وعملوا موضوع الطباعه ديت من وقتها كانت هتتعمل برده تاني. موضوع التحريف ده حصل في فتره قريبه بعد ظهور الطباعه بكتير، انا اتكلمنا عليه طبعا في الفيديو بتاع قصه اذاعه القران الكريم. هحاول اسيب لك الفيديو ده برده هنا في الاي هنا او هنا، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن برده لو عايز ترجع تشوفه. فمحاوله تحريف الكتاب الديني دي مشكله هتقابل رجال الدين كتير، بوجود الطباعه او من غير وجودها. فعشان كده قرار العرب في ان هم يوجدوا الطباعه من اول ظهورها كان هيبقى مهم جدا للعرب. وحته التحريف دي كانت هتتعالج بان انت تخصص اماكن معينه للطباعه، وخاصه طباعه الكتب الدينيه تحت اشراف ناس مختصين. بس يا معلم هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو جديد من سلسله شخصيات اللي بنتكلم فيها عن شخصيه معينه او عن فئه معينه. السلسله اللي من اعداد صديقي اسلام سالم، هتلاقي اللينك بتاع الانستجرام بتاعه تحت في الديسكربشن. طبعا لو انت اول مره تشوفني فيعني هسيب لك لينك البلاي ليست بتاع السلسله تحت في الديسكربشن، شوف اتفرج على كل الفيديوهات بقى ايه وظبطنا يعني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك، سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول ما انزلها. وبس يا معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.